ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عامر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. وصفة النهاردة اكلة سريعة كده بقى في الجو الحر واكلة الموظفين. يعني هنعمل صينية بطاطس بالسجق، والمستردة بقى عليها ما اقولكمش مخلية طعمها في حتة تانية. البطاطس زي ما انتوا شايفين كده مش مهرية قوي ولا هي مقرمشة، لا طعمها كده مظبوط زي ما بنقول كده عليها مستوية بالملي. تعالوا مع بعض كده احنا هنعمل ايه. هجيب الصينية بتاعتي ايا كان بقى بايركس تيفال الحاجة اللي انت بتحبي تطبخي فيها. هنزل هجيب ثلاث قطع من البطاطس. هقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وعليها بصلاية واحدة برضو كبيرة مقطعاها مكعبات، وهنزل بقطعة فلفل برضو متقطعة مكعبات، وعدد 2 طماطم برضو. كل حاجة هتبقى متقطعة مكعبات. والسجق بتاعي ده كان نص كيلو عندي في الفريزر، قطعته كده قطع زي ما انتوا شايفينه، مش صغير قوي ولا هو بحاله. وهحط بقى المستردة بقى، هي دي السر بتاع وصفة النهاردة، هتدي طعم جديد جدا للوصفة بتاعتنا. هقلب كده صينية البطاطس بالسجق بتاعتي كده مع المستردة. الوصفة دي بقى ولا هحط فيها زيت ولا هحط فيها سمنة، يعني بصوا احنا هنكتفي خالص بالدهون اللي موجودة جوه السجق. فهجيب كوباية كبيرة من المية واحط عليها الملح، معلقة صغيرة من الملح، هحط نص معلقة من الفلفل الاسود، وهحط يعني حاجة بسيطة كده من الشطة ولو مش حابينها بلاش. وهحط نص معلقة من بهارات اللحمة. هقلب الكوباية دي كويس جدا كده، وهروح حطاها على صينية البطاطس، وهكتفي بيها هي بس زي ما قلت لكم، ولا هنحط سمنة ولا هنحط زيت. هجيب ورق الزبدة وهروح مغلفاها كده زي ما انتوا شايفين، علشان احط ورق الالومنيوم عليها برضو. هكون مشغلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 ل 200، وهسيبه كده قبليها شغال حبة كده علشان ايه تستوي معايا، لان انا مش هحطها على النار، انا هكتفي من الاول للاخر في الفرن. وفي الاخر خالص بعد ما هسيبها كده حوالي ساعة، هروح فاتحة ورق الالومنيوم ومشغلة الشواية، وزي ما انتوا شايفين جاهزة معايا وطعمها خطير وجديد. يا رب تجربوها وتعجبكم. كان معاكم لولا عامر.